بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي المحترمين. قائمة منتخب مصر. قائمة منتخب مصر يا جماعة عليها علامات استفهام كتير جدا. يعني هي مش علامة استفهام، هي علامات استفهام. في ناس كتير جدا كانت تستحق الانضمام ما انضمتش. كان في ناس كتير جدا يعني ما تستحقش التواجد في معسكر المنتخب، ولكن الكابتن حسام ليه رأي غير بقية أي حد، غير أي حد من الشعب المصري أو من جمهور الكرة عموما. والحقيقة أنا حاجات، يعني في بعض الحاجات اللي الواحد مش فاهمها، اللي هو طب الناس ديت يعني انضمت للمنتخب بناء على إيه يعني؟ ناس دولية وكل حاجة وأساسية، ولكن الفترة اللي فاتت في بعض اللعيبة ما كانتش موفقة. فاللي هو ينضم يعني يلعب على حساب واحد يستحق ان هو ينضم ليه؟ مش فاهم. واولهم محمد الشناوي، عشان محدش يتكلم ويقول ان انا بتكلم من حكم انتمائي ولا الكلام ده. لا، انا هتكلم على لعيبه الاهلي الاول قبل اي لعيبه تانية. اولهم الكابتن محمد الشناوي. محمد الشناوي بصراحه يعني الفتره الاخيره كلنا شفنا اداؤه ومستواه، او من أو بدايه الموسم عموما كلنا شفنا اداؤه ومستواه، يعني بيقدم مستوى. يعني اعتقد لو لسه حارس لسه في بدايه مشواره مش هيعمل اللي بيعمله الكابتن محمد الشناوي. تمام. تاني واحد يعني في بعض لعيبة تانية، انا مش عايز اتكلم كتير. في يعني لعيبة تانية برضو لا تستحق التواجد، امثالهم رامي ربيعة. رامي ربيعة ما بيلعبش يا جماعة. رامي ربيعة يا كابتن حسام ما بيلعبش. انا مش فاهم، هو حضرتك بتضم اسماء بس؟ يعني حضرتك بتضم اسامي؟ مش فاهم. في ناس ما بتلعبش، في ناس ما بتشاركش، كمان حمدي فتحي ما بيشاركش مع فريقه. طب الناس دي موجودة ليه؟ يعني بناء على ايه يعني؟ الناس دي موجودة بناء على ايه؟ في ناس غيرها تستحق. بص يا كابتن، لبقية الفرق مش شرط اهلي، مش شرط زمالك، مش شرط بيراميدز. احنا بنتكلم في ان ده منتخب مصر، احنا في الوقت الحالي بنتكلم منتخب مصر. فمحدش بقى يذكر لي الوان ولا نوادي ولا اي حاجه من الكلام ده. احترام الكامل لجميع الانديه، ولكن احنا بنتكلم منتخب مصر. منتخب مصر يعني اللي يستحق هو اللي يلعب، واللي يستحق هو اللي ينضم. تمام. ففي ناس كتير عليها علامات استفهام. كمان لاعب نادي الزمالك اللي هو جديد ده، مش فاهم، مش عارف اسمه ايه بالظبط، اللي هو كان بيلعب المباراة اللي فاتت دي. برضو ده مش فاهم، هو يعني لسه لم يثبت شيء، فده منضم على ايه؟ انا مش فاهم. محمد صبحي لاعب الزمالك، انا اعتقد ان عواد كان افضل منه، يعني عواد لو انضم كان افضل منه. احمد الشناوي اخيرا انضم. احمد الشناوي، احمد الشناوي يعني مقدم مستويات كويسه من بدايه الموسم مع نادي بيراميدز. مصطفى شوبير مش عارف منضم على ايه. مصطفى يعني امكانياته يعني رائعه، ولكن الموسم ده وقف، الماتشات اللي وقفها ما كانش المردود المنتظر منه. ولاعيبه تانية، يعني لعيبه تانية والله انا مش عايز يعني اطول على حضراتكم، ولكن في لعيبه كتير جدا في القايمه عليها علامات استفهام. انا مش عارف يعني منضميه بناء على ايه، ولا على اساس ايه اصلا تم انضمامها. ولكن اللي عليهم يعني علامات استفهام اكتر الناس اللي هي ايه لم يتم انضمامها. امثال قطة اللي هو بيلعب في بيراميدز. هو ضم زلاكا برضو كان يستحق واخيرا ضم برضو. في برضو لعيبة تانية. تمام. ياسر ابراهيم ما فهمش، مش فاهم بصراحة ما انضمش ليه. الونش لاعب الزمالك مش فاهم برضو ما انضمش ليه. مش عايز انسى حد، ولكن في كام لاعب تاني يستحقوا. ده غير بقى الفرق الاخرى، يعني في فرق، بقية الفرق الدوري فيها ناس تستحق الانضمام ولكن لم تنضم. انا مش فاهم بصراحة. انا مش فاهم يا كابتن حسام. يا كابتن حسام، الجمهور، جمهور الكرة المصرية هو من، يعني الناس دي مش عايز بقى يعني ايه ازوق الكلام، معلش، ولكن الناس ديت ياما نادت ان حضرتك تمسك المنتخب، وانت جيت مش حب المسؤولين في حضرتك. الناس ما يعني انا عايز اقول لك مسؤولين الكرة ما كانوش عايزين حسام حسن يمسك المنتخب، ولكن جه من كتر ما الجماهير عماله بتنادي عايزين حسام حسن يمسك المنتخب. فيا كابتن بلاش تحب وتكره، حضرتك مش بتدرب، يعني كل الاحترام لاي انديه انا بذكرها. تمام.
حضرتك مش بتدرب المصري، حضرتك مش بتدرب سيراميكا، حضرتك مش بتدرب الاتحاد، حضرتك مش بتدرب الاسماعيلي، حضرتك مش بتدرب نادي، حضرتك بتدرب منتخب مصر. يبقى ما ينفعش تحب، ما ينفعش تكره، ما ينفعش انا لا برتاح لده، ما ينفعش ان انا بحب. لا، احنا منتخب مصر، ومنتخب مصر يلعب فيه اللي يستحق. تمام. فانا مش فاهم اللعيبه اللي ما انضمتش دي، هل اللعيبه ديت ليها جنسيات اخرى غير المعروف عنها ولا ايه بالظبط؟ مش فاهم. لعيبه كتير جدا تستحق تنضم وتلعب في منتخب مصر، حضرتك ما ضمتهاش. ولاعيبه لا تستحق حضرتك ضمتها. فانا مش فاهم بصراحه. اتمنى يعني الناس ديت مع المنتخب تدينا مردود غير اللي بيديهولنا في الانديه وتتالق. طبعا هو في الاول وفي الاخر المنتخب مصر، كل التوفيق ان شاء الله لمنتخبنا. ولكن انت داخل على افريقيا، غير مسموح باي حاجه غير ان انت تفوز بالبطوله. اي حاجه غير الفوز بالبطوله، احب ابشرك يا كابتن حسام، هيتم الاطاحه بيك. قولا واحدا يا جماعه، قولا واحدا، كابتن حسام في حاله خساره افريقيا سيتم الاستغناء عنه. وخدوا الكلام ده يا جماعه عسكريين. تمام. في كاس العالم، اعتقد حضرتك بنسبه كبيره مش هتبقى متواجد، ولكن حاول تثبت وتكسب افريقيا. معلش يا جماعه، هو منتخب المغرب احسن مننا في ايه يعني؟ منتخب المغرب على مستوى المنتخب الاول، واخد مركز رابع في البطوله اللي فاتت بتاع كاس العالم. والمنتخب الشباب فاز بكاس العالم. الاستاذ الكابتن اسامه نبيه بيقول لك ما تسميهاش اخفاقات ولا تسميها فشل، سميها عدم توفيق. هقول للحاج توفيق ان شاء الله. كل التوفيق لمنتخبنا الوطني، وان شاء الله باذن الله يشرفنا ونفوز افريقيا باذن الله. وان شاء الله باذن الله يعني نأدي المردود المنتظر من الجماهير في كأس العالم باذن الله. السلام عليكم.